ازاي تخس مهما كان وزنك. انا حسن قعود، اخصائي تغذيه وكوتش، خس 80 كيلو من وزني، ودي سلسله فيديوهات اللي بعلمك فيها ازاي تعمل نظام غذائي لنفسك. بس خلي بالك ان دي اهم حلقه في السلسله كلها، واخر حلقه كمان. هلخص لك كل اللي حصل في الحلقات اللي فاتت، حتى لو ما اتفرجتش عليها دي الحلقه اللي هتلخص لك كل حاجه. واهم نقطه هي اخر نقطه، لان دي اللي هتخليك من الاخر تعمل نظام غذائي لنفسك وانت في البيت، تعمل نظام تدريبي لنفسك وانت في البيت من غير ما تحتاج مساعده اي حد، وهلخصها لك في 20 30 ثانيه. فاتاكد كويس جدا انك مكمل الفيديو لاخره، لان اخر نقطه دي ممكن تغير لك حياتك كلها كده على بعضها من اولها لاخرها. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، وتكتب لي في الكومنتات نفسك تخس قد ايه، لان ده هيفرق جدا 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 ان انا اكمل في سلسله الفيديوهات اللي شبه كده. كل اللي قلناه في الحلقات اللي فاتت هقوله بشكل سريع في الفيديو ده، هديك زي ما بيقولوا الزتونه، فانت مش مهم تكون اتفرجت على الحلقات اللي فاتت خلاص. اول واهم نقطه، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت المهم انك تستمر، مش المهم انك تبقى بيرفكت، مش المهم انك تبقى بتعمل كل حاجه على الشعر. الاستمراريه اهم بكتير جدا جدا من ان انت تعمل حاجه مظبوطه. ربنا سبحانه وتعالى ادرى واحد بعباده، وعارف قد ايه ان احنا ساعات كتير بنزود على نفسنا قوي قوي، ما نعرفش نستمر. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. تاني نقطه، اللي تخنته في سنين مش هتخسه في كام شهر. لازم تبقى عارف انك هتدفع الثمن، فبالراحه على نفسك. حط بلان تبقى مظبوطه، يعني ما تجيش مثلا انت عايز تخس 20 كيلو او بنت عايز تخس 30 كيلو وتقول انا هخسهم في 3 شهور. ما هو مش منطقي، انت زدتيهم اصلا في كام سنه. فدايما نحط بلان منطقيه، ودايما نقسم الاهداف بتاعتنا لاهداف صغيره. تالت نقطة، مفيش دايت بينفع لكل الناس. انسى بقى فكرة ان انت تاخد ورقة دايت من واحد صاحبك او انترنت دايت موجود على النت. مفيش دايت هينفعنا كلنا، اجسامنا مختلفة، حرقنا مختلف، نمط حياتنا مختلف، نفسيتنا مختلفة. فما ينفعش ان انت دايما تبقى بتاخد دايت من حد وتعمله، او سمعت ان في حاجة جابت مع حد فمعنى كده انها هتجيب معاك. مفيش حاجة بتجيب مع كل الناس. رابع نقطة، انك تقع ده جزء من الرحلة. لازم ولابد تبقى عارف انك هتقع، وان انت كل ما بتقع اكتر كل ما خلاص جسمك بيتعود او نفسيتك بتتعود على ان انت شخص بيقع ويقوم بيقع ويقوم. ده جزء من العمليه بتاعت انك تخس، انك تقع في النص فتبتدي تصلح فتبتدي تحسن. فاوعى اول ما تقع تقف وترمي الفوطه. افتكر دايما ان اللي قدامك ده خس 80 كيلو، وقع 100,000 مره في النص، بس عرف ان هو يكمل علشان ما كانش بيعتبر ان الوقعه دي فشل، كان بيعتبرها ان هي جزء من النجاح او طريق النجاح. خامس نقطة، ممكن تخس من غير رياضة، بس مستحيل تكمل من غير رياضة. لازم تبقى عارف ان الرياضة هي اللي بترسم لك الفريم الاساسي لحياتك الصحية، والرياضة هي اللي بتديك الدوبامين وبتعوضك عن كل الحاجات اللي انت بتحس بيها ساعة لما تكون متضايق عشان ما بطلت تاكل اكل كتير او بطلت ان انت تاخد سكريات. فعشان تستمر وتبني حياة صحية فعلا لازم تتمرن، حتى لو هتتمشى. تمرين مهم جدا جدا جدا. سادس نقطة، لازم يبقى عندك روتين. انا دايما بشوف ان الشخص العشوائي زياده عن اللزوم شخص صعب جدا انه يخس. لو انت مش عارف انت فين اكلك، مجهز اكلك للاسبوع، لو انت مش بتاكل في ميعاد، لو انت سايب نفسك للعشوائيه، ايدك اتمدت فجاه على كيس شيبسي، ايدك فتحت الثلاجه في اي وقت كلت، جوعت ما لقيتش اكلك موجود. لو اكلك مش موجود انت كده كده هتبوظ. لازم تبقى عارف ان دي مساله حتميه، لو اكلك مش موجود انت كده كده هتبوظ. وده يودينا للنقطه اللي بعديها على طول، وهي البيئه. البيئه اللي حواليك لازم تخدم مشروعك. يعني ايه لازم تخدم مشروعك؟ انت عايز تخس، يبقى البيت ما ينفعش يبقى فيه شوكولاته، البيت ما ينفعش يبقى فيه حلويات، البيت ما ينفعش يبقى فيه جانك فود. البيت لو كله اكل صحي، لو انت مش عامل فولو لفود بلوجرز كتير على السوشيال ميديا وريقك كل شويه بيجري، بجد 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 لو هيئت البيئه بنص الطريق. فكره العاده، لازم تبني العاده. والعاده دي هتبنيها ازاي؟ من النقطه اللي احنا كنا لسه قايلينها من شويه، الروتين. انك تقعد تعيد وتزيد في نفس الحاجه، تقعد تعيد وتزيد في نفس الحاجه. كونك انك وصلت لحته العاده، وانك بتحب الاكل الصحي، وانك بتاكل اكل صحي، وانك بتنام بدري، وانك بتصحى بدري، وانك بتتمرن، وان ده بقت عاده بالنسبه لك، كل حاجه هتبقى سهله. انت مش محتاج تبذل مجهود عشان تعمل كده. بالعكس، انت لو ما اتمرنتش ولو ما اكلتش صحي انت هتتضايق جدا وهتبقى مش طايق نفسك. النقطه اللي بعد كده، اوعى تقارن نفسك بحد. كتير جدا بنوصل لحته كويسه قوي. انا نفسي وقعت في الحته دي، كنت خسيت 40 كيلو وجيت ابتديت ان انا اخش الجيم اقول ايه ده الناس دي، ده انا عمري ما هبقى زيهم مش عارف ايه. مع ان انا لو بصيت على نفسي من كام شهر او من سنه مثلا، ده انا خاسس 40 كيلو، عامل انجاز ضخم. لكن للاسف لما قارنت نفسي ابتديت ان انا ارجع لورا واخد خطوات لورا، مع ان انا ما اعرفش الناس دي بذلت مجهود قد ايه عشان يوصلوا اللي هم فيه، بقالهم كام سنه بيحاولوا، وجيناتهم عامله ازاي.
فما ينفعش ان انت تقارن نفسك بحد، لان دايما هيبقى في حد جسمه احسن منك، دايما في حد شكلها احسن من شكلك، دايما في حد اغنى منك، ودايما في حد اذكى منك، فالمقارنه هتموتك. اخر نقطه واهم نقطه اللي قلت لك عليها، وقلت لك دي من الاخر هتساعدك جدا جدا جدا. انا كنت قلت لكم ان مفيش حاجه بتنفع كل الناس، صح؟ صح. بس في نفس الوقت في حته ممكن معظمنا يبدا منها ويحسن منها. هي دي الحته اللي انا هديها لك دلوقتي. انا هديك الزتونه، وعلى فكره دي موجوده في الحلقه 16 بالتفاصيل، ممكن ترجعوا للرحله الحلقه 16 هتلاقوا كل الحاجات دي موجوده بالتفاصيل بشكل اعمق. بس انا هديها لكم دلوقتي في نقط كده او في عناوين، حاولوا ان انتوا تطبقوها. وقف ستوب دلوقتي للفيديو، هات ورقه وقلم واكتب ورايا الحاجات اللي انا بقولها لك دي، لان هي هتغير حياتك حرفيا وهتحولك لشخص ثاني خالص. اول حاجه لازم تبقى عارف جسمك بيحرق قد ايه في اليوم بالظبط، وتاكل اقل منه لو انت عايز تخس، تاكل قده لو انت عايز تثبت، تاكل اكتر منه لو انت عايز تزيد. يبقى دي كده اول نقطه. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم تبقى عارف جسمك بيحرق قد ايه. تاني نقطه، دايما خلي اكلك صحي، دايما خلي اكلك راجع للارض. يعني ايه اكلك صحي؟ يعني انا بقول لك كل حاجه في الدنيا، بس ما تاكلش حاجات اللي هي مصنعه، ما تاكلش حاجات اللي فيها سكر. اي حاجه ربنا خالقها كلها، لحمه، فراخ، رز، بطاطس، بطاطا، شوفان، جبنه، مكسرات، كل الحاجات دي انت مسموح لك انت تاكلها، مفيش حاجه ممنوعه. بس ما تروحش تاكل حاجه مصنعه وتقول لي دي مش ممنوعه. فدي النقطه الثانيه. طيب ثالث نقطه، قسم سعراتك كبدايه وابتدي ان انت غير فيها 40% بروتين، 30% كربوهيدرات، 30% من الدهون. زي ما قلت لكم هتلاقوا كل التفاصيل دي موجوده في الرحله الحلقه ال 16. رابع نقطه، ابتدي بالتدريج ان انت توصل لمرحله ان انت تمشي على اللو كارب. من اكتر الحاجات اللي هتحسسك بالشبع، هتوصلك لهدفك بسرعه، وفي نفس الوقت هو ينفع ان انت تكمل عليها كلايف ستايل، وكويسه جدا لصحتك، وكويسه لو انت عندك تكيس مبايض او لو عندك مقاومه انسولين. فمهم جدا 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 ان احنا نعمل لو كارب، هيفرق معانا جدا. خامس نقطه وهي الصيام المتقطع. الصيام المتقطع سحر. في حلقه تقريبا ال 12 بتكلم فيها عن الصيام المتقطع واهميه الصيام المتقطع وازاي بيفرق معاك. ممكن تبقوا تروحوا ترجعوا للحلقه. بس دلوقتي خلينا نقول ان الصيام المتقطع مش بس هيخسسنا، ده هيقلل لنا الالتهابات وهيساعدنا جدا ان احنا نحس بالشبع لفترات طويله. ممكن ندخله بالتدريج من اول 12 ساعه لحد ما نوصل ل 16 و 17 ساعه. النقطه اللي بعد كده، نوع مصادر اكلك. يعني لو هناكل بروتين، كل لحمه، كل فراخ، كل سمك، كل حاجه خلقها ربنا. ولو هتاكل كربوهيدرات، كل بطاطا، كل بطاطس، كل شوفان. نوع مصادر الكربوهيدرات بتاعتك. والدهون الصحيه، خد مكسرات، خد زيت زيتون، خد سمنه، خد زبده. حاول ان انت تخلي جسمك يخش له كل العناصر الغذائيه. النقطه اللي بعد كده، التمرين. زي ما قلت لكم التمرين مهم قوي، فممكن نتمرن 4 ايام في الاسبوع. نحاول نخلي التمرين بتاعنا فيه ريزيستنس تريننج، وكل عضله في الاسبوع ندخلها مرتين. يعني لو دخلنا رجلينا يبقى ندخلها مرتين، لو دخلنا البايسبس يبقى ندخلها مرتين. وبرده هتلاقوا الحلقه ال10 شارح فيها بالتفاصيل فكره التمرين وازاي نقسم الجدول بتاع التمرين بتاعنا. اخر نقطه وهي نقطه مهمه جدا، اهتم بالتفاصيل الصغيره اللي محدش بياخد باله منها، زي النوم، شرب الميه، التعرض للشمس، الفيتامينز، المينرالز. كل الحاجات الصغيره اللي انت شايفها صغيره بتفرق جدا جدا في رحلتك. عملت بقى كل الحاجات دي، برافو، جامد. بس من غير النقطه دي ملهاش لازمه، الاستمراريه. لازم تستمر، لازم تستمر على الحاجات اللي انا قلت لك دي فتره طويله، فتره طويله بمعنى كلمه فتره طويله، عشان تبتدي تحس بنتائج ويبتدي جسمك ان هو يتحسن ويتقبل الموضوع ده. غير كده انت كل اللي انت بتعمله ده انك بتبدا وترجع تاني، تبدا وترجع تاني. طبق الحاجات دي واستمر عليها فتره طويله، هتوصل لحاجات انت عمرك ما تتخيلها في حياتك. صدقه العلم نشره. الحمد لله انا كده خلصت الرحله، تقريبا 18 حلقه حكيت فيهم كل التفاصيل وازاي انا خسيت ال 80 كيلو وكل الصعوبات والحاجات النفسيه اللي انا مريت بيها. مش هاممني يعني الفيديو يوصل لكام حد، مش هاممني انه يجيب فلوس. انا ما خدتش اي، يعني ما دخليش اي دخل بسبب الفيديوهات بتاعت الرحله. بس بجد بجد يعني يا رب تبقى صدقه جاريه، لما ربنا يفتكرني يفضل الفيديوهات دي في ناس بتشوفها، وتفضل الناس دي بتديهم زي دافع ان هم يستمروا وان هم يبداوا وان هم يكملوا وان هم يمشوا على الطريق المظبوط. دي اهم حاجه بالنسبه لي من السلسله دي. وشكرا ليكم ان انتوا وصلتوا لحد الحلقه الاخيره. ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى فيها فيديوهات تانية بافكار تانية. انتوا جامدين وهتقدروا تعملوها. سلام.